برحب بكم مشاهدينا ومشاهدي نايل سبورت. رجعنا لكم مره ثانيه في حصاد اليوم، وانضم الينا الناقد الكبير والمميز استاذ عادل عطيه، الناقد الرياضي بالاخبار. خلونا نرحب بيه ونتحدث معاه في ملفات عده. اهلا بيك، سعداء بوجودك، منورنا. ازي حضرتك؟ الله الحمد لله، منورنا، بسعد بوجودك، ضيف عزيز وغالي علينا دايما. خليني ابدا بزياره أرسن فينجر، والحقيقه لنا امل في تطوير الكره المصريه، كلنا امل في انه يعني عندنا مواهب، ولما يبقى عندك يعني 2 لعيبه بيلعبوا في اكبر ناديين في انجلترا، محمد صلاح وعمر مرموش، هذا معناه انه عندك مواهب، انه البذره موجوده. بس عشان توصل للليفل ده الموضوع محتاج مجهود ومحتاج شغل ومحتاج خبرات. عندنا خبرات، لكن لما تبقى خلاص وصلت لمرحله ان لعيبه بيلعبوا في دوريات كبرى وفي فرق عالميه، يبقى التطوير مش بس تطوير محلي ولا عربي ولا افريقي ولا قاري، الموضوع بقى محتاج مننا اكبر من كده. شفت زياره أرسن فينجر ازاي، وازاي ممكن نبني عليها؟ لانه الزياره الى الان قد تبدو زياره جيده ومقبوله، وفكره الفيفا ودعمها لمشروع المواهب وتطويره امر جيد، لكن ليست الزياره وحدها هي من ستطور الكره المصريه. طبعا. والله بص يا استاذ غاني، الزياره جيده ومهمه، ويعني بيقول يعني المهندس هاني مريده يعني على من خلال موقعه في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي، بقاله فترات كتيره جدا. يعني اما مسك بقى تاني الاتحاد المصري بدا يقول انا موجود، من خلال علاقته بالناس دي واحتكاكه بيهم بشكل جيد، ان هو يقدر يستفيد منهم ككرة القدم المصرية والاتحاد والدوري عندنا والمدربين واكتشف المواهب. كل ده جميل جدا، خطوة مهمة وخطوة جيدة. ما هو أرسن فينجر ومعاه برضو مجموعة من مكتشف المواهب وتطوير الكرة العالمية، بالإضافة للتحكيم بوساكا عشان التحكيم المصري وتطويره وورش العمل ده، كل ده جميل جدا. بس انا اللي يهمني في القصه دي كلها وجودهم مهم، وحاجه جيده وحاجه مظهر مهم ورؤيه وانعكاس جيد جدا، لكن هل في استمراريه؟ هل ولا دي بناخد اللقطه زي ما بيقولوا فقط، اللي انا موجود وعملت وجبت الناس دي ما جاتش هنا مصر بقى لها سنين ولا عمرها جت، فبتيجي بشكل مختلف. هل يبقى ليها دور، او الحاجات دي تبقى بشكل دوري متتالي؟ هل فعلا هتنزل وتدي المدربين زي ما احنا ذكرنا قبل الهوا؟ في مدربين فعلا قطاعات الناشئين كتير قوي دي، في مدربين فعلا ضحل، عندهم ضحل في الفكر، في الامكانيات، في المواهب دي كلها مشكله. فانا لازم القطاع الناشئين ده اللي هو بيطلع المواهب، بيطلع اللاعبين صغار السن، لازم يكون عنده القدره والموهبه والفكر والدرايه والعلم، كل ده يبقى في بوتقه واحده يقدر يفيد الناشئ اللي طالع. هل كل ده هيكمل هيبقى شكل متتالي، ولا هي بناخد زي ما قلنا اللقطه بس في اسبوع ولا شهر كده، وبعد كده خلاص كل سنه طيب والموضوع انتهى وكفى المؤمنين شهر القتال وخلاص كده احنا عملنا اللي علينا وهم بقى يشتغلوا؟ لا، لازم يكون في استمراريه، ولازم في تطوير، ولازم في معايشه مع الناس الموجوده هنا. قطاع تاني غير المدربين واكتشاف المواهب، التحكيم فيه كوارث، التحكيم المصري فيه كوارث. الدوري بتشوف انت كل يوم. جاي عشان يطور التحكيم، ولا جاي بس يومين، ولا جاي عشان ده يقيم الموقف وبعد كده هنستقطب حد خبير اجنبي؟ الانديه كلها بقت تطالب، والاول كان الزمالك والاهلي بيشتكوا عشان بينافسوا على الدوري، دلوقتي بقى كل الانديه اللي بتنافس واللي ما بتنافسش واللي بتلعب واللي بتنافس على الهبوط كله بيتكلم في التحكيم. كله احنا وقفنا الكلام عن التحكيم، ووقفنا البرامج اللي فيها استوديوهات تحليليه عن التحكيم، وقلنا عشان نسيب لهم الفرصه والمجال. بندعمهم، بس لما يبقى كل ماتش فيه 3 4 كوارث، مش لقطات. الاول كنا بنتكلم في لقطات جدليه، أيوة دلوقتي أيوة. بقى فيه كوارث تحكيميه موجوده في كل المباريات في الدوري الممتاز. طبعا كل الماتشات، يعني مش اهلي والزمالك بس، يعني كل ما يقول لك عشان الاهلي او الزمالك ده بيجامل، لا، انت عندك امبارح بيراميدز وسموحه، عندك ماتشات تانية تلاقي البنك الاهلي وفاركو، تلاقي في ماتشات كتير جدا فيها جدل، المحله، الاتحاد، الاسماعيلي، المصري النهارده في ماتشات كتير جدا فيها جدل، ومش عارف جدل ليه. انا مش عارف جدل. انت عندك فار، لازم يكون عندك الفار، والناس اللي قاعده على الفار عندهم تقنيه حديثه. الخطوط مش شايفينها كويس، الحكم بيقعد مثلا من 3 4 5 دقائق وفي الاخر يطلع قرار غلط كمان، يعني مش حتى صح او منصف
لا تلاقي الموضوع عكس الاتجاه بدون مبرر. عايز اقول لك احنا كنا قاعدين نتفرج دلوقتي على ماتش ريال مدريد واتلتيكو، النتيجه 1-1. ضربه الجزاء بتاعه اتلتيكو اللي الحكم الفار قعدوا يعيدوها له من زاويه ميته مش باينه. ايوه لدرجه ان انا عمال اقول لهم ادوا له كادر تاني يا جماعه. أيوة. لما بقول لك ريال مدريد بيلعب اتلتيكو مدريد ديربي مدريد، فما بالك بما هو ادنى، بالك عندنا بالتقنيات بالعربيات بالامكانيات اقل كثيرا. الدوري طبعا هناك بيتذاع بكاميرات 360 درجه، فالموضوع مختلف اختلاف كبير جدا في الرؤيه، واوقات ما بتبقاش واضحه. هل احنا يجب ان نشفق عليهم ولا احنا محملينهم فوق طاقتهم، ولا هم عندهم مشاكل يجب ان تحل لانه ما ينفعش الموضوع يستمر بهذا الشكل؟ لا بص يا استاذ عبد الغني، في عندهم مشاكل. اولا مشاكل في المعلومات، الفكر بتاعهم، جهدهم كمان. مشاكل كمان في الصرف. لازم انا اصرف شركه اتحاد كوره، انا لازم اصرف، ادي مرتباتهم، ادي مستحقاتهم. الحاجه الثانيه لازم انا ارفع من الكلام ده كله، ارفع من الشأن ده كله. كمان اجيب اجهزه حديثه شويه. احنا عندنا اجهزه برضه بقالها كتير. الفيرجن انا مش عارف الرابع ولا يعني هو يعني المفروض انا بصرف اجيب انا تقنيه وكاميرات او في تصوير، ودلوقتي غير السنه اللي فاتت واللي قبليها في احسن، بس انا عاوز افضل، لان كل ده برضه مش بيفرز لي عن تحكيم جيد وتحكيم عادل لجميع الفرق تقريبا. فلازم انا عندي مشكله. بقت شكوى جماعيه يعني. طبعا لازم انا كاتحاد او لجنه حكام احترف ان عندي مشكله. انا بدايه التصحيح ان انا ابقى عارف ان عندي مشكله والمشكله فين، وابتدي اشتغل عليها واعالجها. الاهلي طلع بيان عن خبير اجنبي طبعا الاهلي والزمالك اتفقوا قولا واحدا ان مباراه القمه 22 فبراير حكم اجنبي. يعني خلاص الموضوع بقى انا مش عايز كلام. نفقد الثقه في التحكيم المصري. ندعمهم وهنفضل ندعمهم حتى لو في اخطاء، بس عليهم ان يصححوا هذه الاخطاء. مش هنفضل ندعمهم الى الابد وبدون تصحيح الحقيقه. لا والحاجه كمان اللي اكد لك الكلام ده ان ما حدش طلع اعترض. خلاص كان اول بيعترض احنا من سنه التحكيم المصري عاوزين حكام مصريين في ماتش الاهلي والزمالك، ايه المشكله؟ بدون الثقه. لا في اخطاء. يعني ما فيش دلوقتي الثقه بدات يعني ايه تتاخد منهم سنه. بس عاوز اقف عند مشهد لبيب جوارديولا، الحكم ما حسبوش ضربه جزاء وبعدين اتسال في المؤتمر الصحفي راح قايل قولا واحدا كده ان لو اتكلمت هيتم معاقبتي، لو اتكلمت على التحكيم. أيوه. فما كان يعني ما عندوش مساحه انه حتى يعترض ولا يقول لا ولا ايه ولا اتكلم. فبرضه القصه عندنا ان كل الناس بتتكلم في التحكيم، كل الناس بتحلل، ففكره النقد المستمر ده في كثير من الاحيان عامل ازمه للحكام، ما بيلحقوش ياخدوا نفسهم من ازمه للثانيه للثالثه. يجب ان يمر شهر دون ان يتم الحديث عن التحكيم وازماته، ولو في اخطاء نقللها الى ان تختفي، الى ان ما تبقاش موجوده. لكن برضه مش هيفضل الحديث يعني. وقفنا برامج التحكيم ووقفنا الحديث عن ولسه الحديث مستمر الى الان يعني. مستمر لان هم عاملين اخطاء. الاخطاء مستمره واخطاء مؤثره في ماتشات كتير. دلوقتي الدوري استثنائي، في اي ماتش بقى كأنه ماتش كاس، النقطه بتفرق يا في التسعه اللي فوق يا في التسعه اللي بالظبط. فكل واحد بيجاهد ويعافر ويعمل عشان ياخد النقطه وياخد الثلاث نقط. لكن لما بيظلم بيلاقي في اقحام عليه، في ظلم عليه باين، وحاجه وضوح الشمس، بيحصل مشكله. فبيحصل كلام والكلام كتير، ودي هتؤدي الى اخطاء كمان من الاجهزه الفنيه. تلاقي المدير الفني بيخرج عن شعوره، بياخد عقاب، بيوتر لعيبته، وعنده شماعه دلوقتي. لما يخفق او يتغلب او يحصل حاجه لازم يقوي الشماعه يتكلم عن التحكيم. فلازم فعلا التحكيم بقى عنصر اساسي. لازم يبقى فيه ورش عمل حقيقيه جاده. قولا واحدا، هل احنا محتاجين خبير اجنبي يدير التحكيم في مصر؟ محتاجين خبير اجنبي يعمل فلتره والفكر. احنا بنشوف الدوري الانجليزي والدوري الايطالي والدوري الاسباني بيحصل اخطاء، بس مش اخطاء فجه زي كده. يجي النهارده والدوري شغال، ما دي مشكله. يدرب الحكام امتى ولا يعمل ورش امتى ولا يطور من مستواهم امتى؟ مفيش وقت. لا مفيش وقت. هي خلاص انت دخلت في المعمعه، ودخلت انت خلاص قربت تخلص على الاسبوع ال17 اللي هو الفتره الاولانيه. فالدنيا برضو سخنه. وبعد كده المهندس ابو ريده قال اول قبل نيجي يمسك الاتحاد قال خبير اجنبي. خلاص الدور الاولاني او المرحله الاولى قربت تنتهي ومفيش حد جه، ما الا لقينا الاسبوع ده ورش عمل وجه بوساكا وجه بعض الاسماء الرنانه اللي هي ممكن تعمل حاجه. بس هل دي جايه تشوف الدنيا في ايه، تتلمس الموضوع؟ يعني عشان هتاخد وقت طبعا. هياخد وقت قد ايه؟ عشان تعرف شهرين 3 علشان يعرف الحكام ويعين ويبقى مسؤول. ونظام الدوري ونظام الملاعب ازاي والتقنيه ازاي والكاميرات فين
والاجهزه نفسها عامله ازاي وحالتها ازاي، دي كلها عاوزه شغل وهتاخد وقت طبعا. فلازم احنا هنضطر الفرق والناس تشتغل، الحكام دلوقتي يشتغلوا الى حد ما من خلال الحاجات الموجوده مع التعديل والتطوير في اضيق الحدود. ننتظر ان الموسم المقبل ان شاء الله يكون بقى جه خبير اجنبي واشتغل وشاف وعمل وشاف الدنيا ماشيه ازاي، وقدر يطور وقدر يعمل بقى ورش عمل حقيقيه عشان يحصل تطوير. لان مش هينفع دايما، ما ينفعش احنا متخلفين عن الناس كلها، لازم يبقى في تقدم. وماشي زي ما حضرتك ذكرت برضو موضوع الشماعه، كله دلوقتي بيقول كان مدير فني ما اخفق ما كسبش بقى ماتشين ثلاثه، يقول لك في منهم 2 انا اتظلمت فيهم. فدي كلها مشاكل، فاحنا عاوزين نقلل. طبعا مش هتبقى مش موجوده، هتبقى موجوده، بس زي ما حضرتك ذكرت نقلل منها شويه عشان يقدر العجله تمشي ويبقى في عد الى حد ما لجميع الفرق. الميركاتو خلاص فاضل نص ساعه تقريبا. خلاص اغلاقه. الميركاتو المحلي اتقفل الساعه 7، والميركاتو اللاعبين الاجانب لغايه الساعه 12. الزمالك والاهلي عملوا صفقات. شفت الصفقات ازاي؟ نبدا بالاهلي. هل الصفقات اللي ابرمها النادي الاهلي كانت علشان الدوري، ولا كانت عشان بطوله افريقيا، ولا كانت علشان كاس العالم للانديه، ولا كانت علشان الثلاثه مع بعض؟ هو بالتالي عشان الثلاثه مع بعض، لان الاهلي دايما بينافس كاهلي او زمالك، بينافسوا في البطولات يعني مش محلي بس، محلي وافريقي. والاهلي دلوقتي بقى عالمي، موضوع الكاس العالم للانديه. فدي كلها لازم ابقى خطه قصيره الاجل وطويله الاجل. قصيره الاجل الصفقات اللي عملها، وفي ناس هتكمل تاني من الموسم القادم. من اول بقى هيجي تريزيجيه مثلا من الفتره اللي جايه، حمدي فتحي هيجي، وحمدي فتحي هيجي كاس العالم للانديه. يعني في بعض التدعيمات، لكن انا شايف الصفقات بشكل عام يعني دخلنا بتاع 50 صفقه تقريبا او اكتر من 50 صفقه لجميع الفرق. عاوزه تدعم، عاوزه تطور، عاوزه تلحق نفسيها، عاوزه ما تخشش في الدوامه اللي تحت. حتى اللي تحت عاوز يلاقي برضه ما يخشش برضه، حتى لو في صراع على الهبوط يبقى هو برضه ماسك نفسه الى حد ما، واقف على رجليه. محتاجه شغل كتير جدا من المديرين الفنيين ومن اللعيبه اللي جت. بس هل اللعيبه اللي جت كل في فريق ضم 5، في 6، في 7، في 2، في 1، في فرق ما جابتش خالص اي حد زي طلائع الجيش وبيراميدز وفاركو واسماعيلي. هو بيراميدز مش محتاج فرق. يعني مش هيبقى عنده 4 لعيبه في كل مركز. مش محتاج فعلا. تاتش وود يعني مش بنحسده، بس هو ما شاء الله يعني. طبعا. لكن خلينا نقف عند انه في حد يعني اذا اتيحت لك الفرصه في انك تستقطب لاعب، تقوي السكواد، تبقى عندك في كل مركز 2 جاهزيه، لان المباريات كثيره ومتتاليه، معرضين للاصابات، معرضين للايقافات. الزمالك عنده 4 باكات شمال، في وقت من الاوقات ال4 كانوا مصابين. انت متخيل؟ ففكره أيوة. عندك 4 مش موجودين، ال4 بتحصل في الكوره يعني. بالظبط. لا فالزمالك انا عاوز اقول مثلا الزمالك ضم في الوقت الضايع ده في الاخر، يعني جاب صالح مصدق، وجاب احمد الجفالي اللي هو بيقولوا خلاص يعني بيخلص قبل القيد يعني، بجانب احمد حسام ومحمود جهاد. محمود جهاد خد رجل المباراه امبارح في ماتش الاسماعيلي. يعني عناصر كويسه وصغيره في السن، لكن عنده برضه مشكله في الدفاع. انت دلوقتي بقى الحمل كله على حسام عبد المجيد. مع حسام، لكن جه بقى جه احمد حسام مصدق وحسام عبد المجيد، كل ده رفع المسوسي من القايمه عشان رباط صليبي ربنا يشفيه. والونش كان مصاب واداء متراجع الى حد ما بعد عودته من الاصابه. ما هو برضو احنا الونش مظلوم الى حد ما، لان هو راجع من 2 صليبي، وبعد كان في مشكله في دفاع الزمالك، فاضطر المدير الفني انك تلعب بيه على طول كل ماتش. وكمان كان مسوسي مصاب، فهو خد الريسك كله يعني. فطبعا لسه برضو ما رجعش زي ما كان، عاوز وقت شويه. فممكن السؤال بقى اللي ارجو ان محدش يزعل مني، هل هيرجع ولا لا؟ لانه برضو الناس لازم تعرف ان الونش من 3-4 سنين كان الونش عنده 30 سنه. أيوة. فكره 2 رباط صليبي ويرجع بعد 30 سنه، الموضوع برضو علشان كده الزمالك فكر في صفقتين مدافعين علشان يقوي خط الدفاع. دي فكره اخرى، وعشان كمان يدي اتمنى له يرجع طبعا. يعني يدي مساحه ان هو يستشفى بشكل طبيعي اكتر، لان هو فعلا نزل سخن على طول، ماتشات ورا بعضيها. كل ماتش صحيح ما كانش مستوى، طبعا مستوى مش الونش، كان منتخب مصر بالزبط. وكان افضل مدافع بالظبط، فكان بيتحط عليه الفرقه كلها. فمحتاج لا الونش بتاعي عنده صلابه وعنده جهد وعنده مصابره، وعاوز يشتغل على نفسه شويه اكتر
مع الراحه، او يخش بالتدريج شويه. يعني ما يلعبش كل الماتش طول الماتش ورا بعض، لا، ممكن ماتش في 2 في 3، نص في شوط، في ماتش كامل، لغايه ما يرجع وياخد الثقه في نفسه. لا، هيبقى الونش برضه 30 سنه برضه الى حد ما مش كبير، يعني لسه انا فيه. بتكلم مع الاصابات، مع الإصابات. اصابتين رباط صليبي ورجع لسه ما رجعش لمستواه في السن ده، غير لما تبقى الدنيا طبعا. يعني اصغر من كده هي طبعا. هتتوقف يعني على هو قوته هو وهدوءه، ويقدر يعني ايه يبقى عنده شويه صبر شويه عشان يرجع زي ما كان بالشكل المشكلة انه المتألق. اداء الزمالك مش في افضل حالاته، لانه احيانا الفريق بيشيل لعيب لما يبقى مستواه متراجع، لكن لما يبقى كلهم مش شايلين بعض دي بتبقى مشكله. ازمه. هو ما هي مين اللي ما هيشيل مين؟ ما عشان بقول لك هو مظلوم فعلا. يعني هو فعلا مظلوم في السكواد الموجود. يعني الزمالك كان محتاج يدعم كتير جدا، يعني في جاب اكتر 4 ما صفقات الى الان. الى حد ما، لكن برضو محتاج قدام. يعني عندك ناصر منسي وسيف الجزيري، محتاج مع شلبي واحد تاني، محتاج واحد مع زيزو، عشان زيزو برضه هيتعب شويه، لازم يبقى فيه بديل حتى يجدد دوافع عنده. ايه رايك في مستوى زيزو دلوقتي؟ هل مشغول بالتجديد وخلاص الميركاتو قفل؟ يعني هو مش هيمشي من الزمالك، هو باقي الى نهايه الموسم، وبالتالي يعني حتى لو ما جددش او جدد هيفضل يلعب على سطر ويسيب سطر، ومستواه بهذا الشكل، وبعدين يطلب من اداره النادي بقى انا عايز 50 مليون و60 مليون، فالجماهير عماله تقول يعني اللفظ بقى هو كل ماتش زيزو مش جيد وابو 70 مليون بقى، يعني حتى الناس بقى سمته بهذا اللفظ. الحقيقه لعيب كبير ولعيب جيد جدا طبعا، لكن ما ينفعش بقى. طب محمد صلاح اهو، مش هقارن زيزو بصلاح، مش عايزين نقارن. اما صلاح بقى اللي مش بيجددوا له ومش عايزين يدوا له الفلوس وعمالين يقولوا سنه ولا تاخد نفس صلاح ده وكل ماتش ينزل يجيب لهم جولين وعمال يكسر صلاح ده لدرجه ان انا عمال اقول يعني ده تحس هو صلاح ده في معزل عن اللي بيحصل بالظبط، ده في موضوع تاني في مكان اخر غير اللي بيحصل في ليفربول. تحس كابتن محمد صلاح ده تحسه في حته ثانيه، ويسالوه عن التجديد مختلفه، ويقول لهم انا مش عارف انا هبقى موجود، يمكن ده اخر ماتش ليا في انفيلد، يمكن ده اخر ماتش ليا في ملعب الامارات، وواخد الموضوع يعني فاني وبيشتغل على نفسه ومركز قوي قوي قوي، وبيضغط على الاداره وبيحرج الاداره وبيستقطب كل متفرجي ومشجعي ليفربول بل ومشجعي صحف العالم كله، اللي هو فعلا لا قادر، هو اللي بيكسب كل ماتش، هو اللي ليه هدف او اتنين، ومنهم بيبقى هو الليدر وبيكسب الفريق طبعا. فاذا لا، عقليه محمد صلاح حته تانية. المشكله في اللاعب المصري اللي برضو موضوع التجديد والفلوس والمستقبل وهعمل ايه بتاخد منه كتير قوي. واضح جدا في زيزو لو يصفي ذهنه خالص ويركز، لا يخلي الدنيا في الاداره مختلفه خالص. فدلوقتي زي ما حضرتك بتقول ابو 70 مليون او 100 مليون، فين اللي بيقدموا وفين اللي بيعملوا؟ دي طبعا مش حلوه لزيزو، لكن لازم يبقى في وقفه. انا عن نفسي زهقت موضوع زيزو بصراحه، يعني مليت منه. بقالنا دلوقتي 4 5 6 شهور بنتكلم في زيزو هيجدد ولا لا. يا جماعه ما تطلعوا بقى في صراحه، في وضوح، هنجدد بس لسه اخر الموسم، هو هيقعد معانا اتفقنا، لكن الموضوع برضو ما فيهوش حسم، ما فيهوش يعني تصريح او ما انا عايز اقول لك الاعلام، يعني الناس عشان كيلو القال والسوشيال ميديا. مجلس الاداره عنده اولويات. ما هو اداره ليفربول عندها بريوريتيز، بيتكلم في ارنولد وبيتكلم في فان دايك وبيتكلم في صلاح، ما جددش لحد فيه وسايبهم الثلاثه. ما هو عنده اولويات، الدوري شغال وعندي مباريات والتشامبيونز ليج واللاعبين مشغولين. ففي اوقات دلوقتي بقى لما الموضوع يهدى شويه، لما خلاص الميركاتو قفل، يبقى ما انتقلش حد فيهم، ابتدي اتفاوض بشكل وانا زي ما بقول كده، وانا هادي وانا بفكر بشكل جيد مصادر اموال. لانه مثلا ليفربول عندهم سبونسر جديد هيجي يضخ لهم حوالي 350 مليون يورو، فمستنيين، هم ما اعلنوش صراحه لكن هم بيتفاوضوا معاه، واول ما يجي السبونسر ده اعتقد ان فكره التجديد هتبقى متاحه وضخ اموال كتير للنادي، فيجددوا بقى براحتهم او يزودوا الفلوس. فبرضه فكره الزمالك عايز يسدد مقدمات عقود اللاعبين، عايز يجيب لاعبين يقوي السكواد، وبعدين زيزو موجود في النادي، ما هو ما مشيش، هو كده مستني لغايه الموسم. بس يبقى في مصالحه، المركز الاعلامي يطلع يتكلم يقول، يبقى فيه عشان نبقى له قال الكلام ده كله. السوشيال ميديا بتنقل للجمهور، الجمهور في المدرجات اي ماتش يحصل عدم توفيق، مع ان زيزو كل ماتش بيعمل مجهود حقيقه وبيبذل اقصى جهد، لكن ممكن ساعات تأثير بقى
تاثير، ممكن مش موافق في الماتش، ممكن الكوره مش ماشيه معايا معايا في ماتش واحد، لكن 1 2 3 4 خلاص بقى هو مشكله، خرج من التركيز بالزبط. الجماهير عماله تضغط عليه، وهو اداره النادي عماله تفكر في القصه، وهم عندهم ازمات اخرى. يعني القصه مش في ازمه تجديد زيزو فقط، لا هو كله ازمات. الزمالك فيه فعلا ازمات وملفات كتير جدا، في بعضها بيتحل، في بعضها لسه ما اتحلش. ده مش عايزين يمشوه، مش عارفين ليه. عايز 725,000 دولار عشان يمشي. طب ما هم اللي جابوه، ما هو برضه جاي اعاره، ماشي. تخيل الرقم ده في انا انا مين اللي جبته؟ انا جبته على اساس ايه وفكر ايه؟ وفين اللجنه الفنيه اللي هي حددت؟ دلوقتي تحس ان في الزمالك فيه هيصه شويه. يعني بمعنى اللي جات لجنه ومش رسميه على فكره، يعني مجلس الاداره ما طلعش قال الى الان مش رسميه، فانا بطلع اقول رسمي في لجنه بعضويه فلان وفلان وفلان ورئاسه فلان. هم اعلنوا عن 5 مع حفظ الالقاب: ميدو، حازم امام، هيثم فاروق، محمد ابو العيله. يعني اعلنوا عنهم، هم اللي موجودين، وهم اللي بيتفاوضوا مع بعض اللاعبين بعلاقاتهم، و بيتفاوضوا ميدو كمان وحازم امام بالتحديد. فالفكره انه طب انا ليه يا استاذ غني اسيب الموضوع كده؟ ليه مش الاول؟ وليه بقى في اخر 15 يوم وفي اخر 10 ايام؟ اما الدنيا كابتن حازم امام اتسال النهارده قال لهم انا ما لحقناش، يا دوب جبنا 4 لعيبه ومفيش وقت. مش هيلحق. الكلام ده ليه مش شهرين فاتوا؟ ليه؟ انا شايف طب مين اللي جاب مشلاك؟ يعني مين اللي جاب مشلاك؟ مين اللي جاب اسمه ايه ده اللي هو ما شفناهوش ده ومشي؟ فرج، عمر فرج برضه. مين اللي جابه؟ ما دي فلوس جت ومشيت، ومشلاك عاوز. برضه هقف معاك في فكره لازم يكون ناس يعني عندها. انت مش ضامن ان انت لو رحت جبت احسن لعيب في العالم انه يديك مردود بنسبه 100%. يعني عمر مرموش جابوه من انترخت فرانكفورت، كان كل ماتش بيجيب جولين و3 وهداف واسيست، بقى له 3 ماتشات بيلعب مش موجود. فين؟ يعني في مانشستر سيتي لسه السيتي اصلا الحاله بتاعت 5 وعمر مرموش بيلعب. يعني تمام، بس مش ماشي. ما هو السيتي، هو عمر مرموش جاي على السيتي، والسيتي فعلا عنده مشكله. قبل ما يجي مرموش اتغلب 5 قبل كده، وغلب قعد 4 5 ماتشات ما يكسبش، او 6 ماتشات ما يكسبش، وكان عنده مشكله لدرجه جوارديولا في وقت من الاوقات عور نفسه، مفيش شعر اساسا، عور نفسه. فاذا مش مرموش، لسه مرموش ما نظلموش، لكن هو في الماتشات اللي بيلعبها بيأدي على اقصى جهد. لكن السيتي عنده مشكله في الناحيه الدفاعيه، عنده مشكله في دي بروين. خلاص بعض اللعيبه اعمارها السنيه محتاجه تغيير. اللاعبين اعمارهم السنيه كبرت، والمدرب كمان عمره كبر، يعني لا عن نفسه كمان قال انه طبعا هو بيعجبني قوي، واضح جدا وصريح. لكن مش هنحمل مرموش. لا مرموش، لا انا بتكلم على فكره جايبه افضل لاعب، واحد من افضل اللاعبين في العالم طبعا. ده مش معناه انه يجي بعد 3 ماتشات يحط هاتريك في كل ماتش، لا طبعا مش مضمونه. لا يعني مش مضمونه بس لازم هياخد، ولازم اكيد هو ما يجي جوارديولا يجيب واحد زي مرموش، اكيد مش بيتكلم اعتباطا او كده بالصدفه، لكن اكيد عنده مقومات تاهله يلعب في المكان ده في الدوري الانجليزي مع فريق حجم مانشستر سيتي. انا بتكلم على الزمالك ما عندوش كان لجنه من الاول بالاسماء اللي حضرتك ذكرتها، اللي هي عندها فكر وعندها خبرات وعندها عين تعرف تجيب مين اللعيب. هو برضه الزمالك اما اتزنقت جبت، ما جابش اللجنه دي علشان ما كانش فيه فلوس، وبعض رجال الاعمال المحبين للنادي ظهروا على الساحه في المشهد وادوني انطباع بقيت مش عارف مين اللي بيدير النادي الحقيقه. هل رجال الاعمال؟ ما ده اللي هل اللجنه؟ هل مجلس الاداره؟ وكل واحد فيهم بقى بيخرج يتكلم، يعني مع ان في متحدث رسمي باسم نادي الزمالك من المفترض المفترض هو اللي يتحدث يقول كل ده مين وجبنا ايه، ولما يبقى في صفقات يتم الاعلان عنها على صفحه النادي عبر السوشيال ميديا او في قناه النادي وخلاص. لكن 10 بيتكلموا على الصفقات، حتى رجال الاعمال المحبين مع كامل احترامي هم نجوم مجتمع وقادرين على الظهور والكلام، لكن دورهم الفعلي في انهم يطلعوا يتكلموا جبنا الصفقه وجبنا باك وجبنا سنتر فيرود وجبنا ميدفيلدر، يعني مش عارف ازاي هم بيتحدثوا باي صفه، يعني مع كامل احترامي وتقديري ليهم. لا ليهم كلهم مع كل احترام، لكن بتشعر فعلا ان فيه هيصه مفيش حد مسؤول يطلع يديك المعلومه الصح، ولازم في تحدد الادوار. انتوا جيت لجنه عليها راسنا، ليكوا احترامكم وليكوا فكركم وليكوا رؤيتكم ماشي، بس كل واحد ليه دور. انت عندك شغل، انا اللي اتكلم على شغلك، في متحدث اعلامي يتكلم. ولما يبقى جاي راجل اعمال المفروض انه بيدعم النادي ماديا والنادي يشتري لعيبه، مش راجل اعمال بيروح يشتري هو بنفسه، يعني مش عجبه لعيب هو عشان هو بيحب النادي هيروح يشتريه كل واحد شخصيا، يعني مش عشان هو اللي دافع الاموال او متبرع بيه النادي او بيساعد النادي فهيختار هو اللعيبه. لا يبقى خلاص بقى الدنيا دول مالهمش لازمه او المجلس ده ملوش لازمه. لا كل واحد ليه ادوار، عشان كل واحد فيه مفيش تحديد للادوار، مفيش تحديد للمهام،
الدنيا كلها سايحه على بعضيها. لو فضلت على كده دي هتبقى مشكله للزمالك مع النتائج. هو اتغلب الماتش اللي قبل فات من بيراميدز 3، ودي نتيجه كبيره جدا طبعا على الزمالك. كسب الاسماعيلي، والاسماعيلي برضه مش بالقوه ومش بالمنهك، يعني مش في افضل حالاته، بافضل حياته، فلسه عنده ماتشات ثانيه. الزمالك في المشهد طبعا يعني. ما هو ده الزمالك اقوى هجوم، تخيل ان الزمالك بكل الازمات اقوى موجود وبيكسب. خسر الماتش بيراميدز وكانت هزيمه صعبه وثقيله، لكن رجع في المباراه اللي بعديها عنده مجموعه من الاصابات، تحس انه سيء الحظ يعني. حتى لما رجع ناصر ماهر اتطرد، فالفكره انه طلع عامل اعتذار اللي ما اعرفش عامل كده ازاي بصراحه يعني. لا ما هو كلامك حلو قوي، بس يبقى لازم بقى، انا لسه في المشهد، لسه الكره لسه قدامي، الملعب قدامي لسه، كره في ملعب زي ما بيقول. انا بقى ليه ما استثمر الحته دي. الرباعي يعني اللي الى الان قبل اغلاق الميركاتو هل شايفهم يفرقوا مع سكواد نادي الزمالك، ياثروا، ولا الاضافات مش هتبقى كبيره قوي؟ لانه في منهم جهاد في نص الملعب، الزمالك عنده في نص الملعب كتير، في منه حسام وصلاح مصدق في الدفاع، الزمالك عنده الونش وعنده حسام عبد المجيد. هو كل اللي ممكن يصنع الفارق الى حد ما الجفاري، لانه بيلعب وينج، والمركز بيلعب الوينجين، ممكن يلعب يمين وشمال. ايوه هو ده الوحيد اللي ممكن يبقى اضافه في خط الهجوم بالنسبه للزمالك. لا هيبقى اضافه. هو الزمالك محتاج زي ما قلنا في الاول مدافعين، يعني عندك احمد حسام وعندك مصدق برضه هيضيفوا، يعني هيخشوا وعندهم اكيد دوافع ان هم يثبتوا وجودهم في الفتره القادمه، فلازم دول مفيدين. لكن كان لازم يبقى اكتر من كده شويه. الزمالك عنده لسه الدوري وداخل في كونفدراليه وعاوز ينافس وعاوز ياخد البطوله، هو يحافظ على اللقب، فمحتاج برضو السكواد يكون اكتر من شويه. هو جروس محدود في الدكه عنده، مش من الفرايتي او الحاجه المتوفره، ما عندوش يعني رفاهيه في الموجودين. بما انك تحدثت عن جروس، هيبقى ولا برضو قاعدين مستنيين له غلطه؟ هو في مدرب ينفع ما ده مستنيين له انه يتغلب علشان يمشي؟ مش عارف يعني برضو ده مش في الكوره، وبعدين الراجل ما لحقش يعمل حاجه، جاي بسكواد منقوص واصابات ولاعبين. فمين اللي قرر، ولا مين اصلا اللي قال انه في تفاوض، ولا جيرو ميكالي موجود في الراجل عمل ايه يعني؟ برضه الراجل كام ماتش تحكم عليه وما خسرش 10 ماتشات عشان تمشيه، ولا فقد الدوري ولا فقد الكونفدراليه ولسه في مشهد بالظبط. لا وبعد كده انت كمان جبته على السكواد الموجود، يعني هو مجبر على الموجودين، ما اختارش اي حد وجاي في مشاكل، في مطبات جامده جدا، وبيحاول يحل مشاكل مع عاوز مساعده من تدعيمات اللي هي جت دلوقتي. الى حد ما يقدر يعمل فسيخ شربات زي ما بيقولوا، يقدر يعمل توليفه جيده يكمل المشوار. لكن اما يسمع هو في الفتره دي اللي انت تحت ضغط هتمشي ماتش 2 3 4 5 الاداء مش جيد، فلا هتستنى لغايه امتى؟ احيانا بتبقى عايز تاخد ديسيجن كده، كريتيكال ديسيجن، يعني قرار مصيري بانك تقرر قبل الدنيا ما تبقى اصعب من كده. انت كل مره هتبقى بتطبق اكتر. انت مشي جوميز وسابك وجبت جروس مش على مستوى الناس بتقارن. جوميز كان معاه نفس السكواد، كان عامل منهم احسن اداء. كريستيان جروس معاه نفس السكواد، الاداء متراجع، هزيمه، لا مش نفس السكواد بعيد. لا مش نفس السكواد، انت عندك مشكله في الدفاع. انت كان عندك مسلوسي بيقدم اعلى مستوى، وقع، والشناوي كان والونش قصدي ما كانش موجود. طيب. بس كان المسلوسي كان مسادد. ده جوميز كان بيلعب اوقات بالزنار يعني. اوكي بس انت دلوقتي عنده برضو في مشاكل، انت ما تحط المدرب تحت ضغط على طول. انت ماتش لعبته، انا يعني عرفت امبارح الاسماعيلي لو حصل حاجه، لو تعادل مع الاسماعيلي او الاسماعيلي كسب ممكن يمشي. طب انت حاطط كل ماتش تحت ضغط. طب انت عندك ماتش جاي الزمالك لعب ماتش فاركو تقريبا، مش عارف، لا فاركو بدا يفوق ويصحى وعامل ماتشات جيده. افرض حصل تعادل، الماتش بعديها الاهلي اتغلب من الاهلي، يبقى هيمشي، فهتضطر تجيب مدرب فريق تاني. بس هي دي مهنه التدريب، هي دي يعني انا قاعد عمال اقول ده جوارديولا بيلعب فريق الخامس في الدرجه الادنى ومش عارف يلعب، الماتش صعب، ده خوسانوف اللي جاب الجون، انت متخيل ان الباك اللي لسه جاي هو اللي جاب، فالمباراه صعبه والمباريات صعبه. لو بيدرب جوارديولا ده هنا كان مشي من 5 شهور طبعا. يعني طبعا مين هيستحمل؟ النادي صبر عليه وعمال الهزايم والتراجع، وبقى الخامس في الدوري وكسبان الكسب العافيه الفريق درجه يعني ومع ذلك متمسكين بالظبط. اللي عاجبني في الدوري دلوقتي اللي كان فعلا بادئ متراجع جدا واتغلب 4 هزايم ورا بعض وكان في اخر الدوري حرس حدود.
استفاق وانتفض. محمد يوسف تحس ان هو انتعش كده ويظهر فكره، بدا الناس تهضمه، كسب 4 ماتشات ورا بعضيها بقى 12 نقطه، بقى في المركز السادس. ففي مدربين تقدر لو مفيش ضغط عليها تشتغل. لكن المشكله اللي الزمالك الجمهور مش بيستحمل، الاعلام مش بيستحمل، فدايما تحت ضغط. فمحتاج المدير الفني يستوعب الكلام ده، واكيد جروس كان هنا ليه فتره قبل كده فعارف قيمه الزمالك، فدي مشكله. سؤال بقى، معظم الولايات التانية نسبه النجاح فيها ما بتبقاش كبيره، وبالتالي الناس برضو في الزمالك متخوفه من هذا زي فريرة اما جه مره تانية برضو ما قدرش يعني يحقق طموحات الزمالك، بس كان في مشاكل. ما هي المشكله في الزمالك في زي ما ذكرنا في الاول، في بعض المعوقات والعراقيل اللي بتهدد فكر او شغل اي مدير فني. برضو كان جه فريرة برضو كان عنده مشكله مع مجلس اداره، كان على طول تحت ضغط وبيحاولوا يرضوه ويحاولوا يمحوا الفكره الاولانيه، ما عرفوش برضه. انت جاي تدرب الاهلي والزمالك، انت فاكر نفسك طالع يعني تقعد على البحر؟ ده اكبر ناديين في مصر وافريقيا، تحت ضغط جامد، جمهور بالملايين، ضغط ومنافسات مستمره. فاللي جاي مش قد القصه دي ما يجيش يا جماعه. اصل هي دي الفكره بقى، انت جاي تدرب الاهلي والزمالك، مطالب تكسب كل المباريات، مطالب ما تتعادلش، مطالب تأدي اداء جيد، مطالب ترضي الجماهير. في حاجتين يا استاذ غني، انت كنت مضطر، اللي جابه غلطه من اللي جابه، زائد برضه بشفق على اللي جابه، لان في الوقت في نص الموسم كل الناس شغاله، مفيش حد بالظبط، مفيش حد شغال الا بقى لو قاعد بقى على القهوه مستني، زي جروس كده ما كان قاعد بقى له كذا سنه ما بيشتغلش. مش هتلاقي غير كده، مش هتلاقي الكواليتي اللي انت عاوزه، فمضطر توافق على الموجود في الظرف الزنقه دي. بس لو كمل من المنظر ده وتراجع المنظر ده، لا ما الناس مش هتستحمل طبعا. على الجانب الاخر الاهلي عمل صفقات، دعم ب4 صفقات، وصفقه يعني اثلجت صدور محبي النادي الاهلي، صفقه علي معلول بالتحديد. صفقه قديمه حديثه، انه رجع وتم قيده افريقيا ومحليا. هل هو تكريم قبل المشاركه، ولا علي معلول قبل الاصابه كان موجود وكان اساسي وكان من اهم عناصر النادي الاهلي الحقيقه؟ لا، علي معلول طبعا كان موجود ومؤثر وليه بصمه، ومن من فرس الرهان لفريق النادي الاهلي بشكل كبير، واحد من احسن اللاعبين الاجانب في تاريخ النادي الاهلي بالظبط يعني فعلا. فليه رصيد كبير قوي، فالرصيد بتاعه ده هو اللي خلى التأييد بتاعه او اضافته في القائمه تاني تحس ان هي زي ما بنقول صفقه جماهيريه اكتر. الناس المحبه لعلي معلول كلها مبسوطه، كلها فرحانه، سعيده بوجوده. لكن تم بمشاركه مجلس اداره النادي الاهلي مع مارسيل كولر، ولا تم القيد حتى وان شاء ام ابى مارسيل كولر؟ هو يوافق ما يوافقش، ده لاعب في النادي، انت عايز تلعبه ما تلعبوش، دي حريتك الشخصيه، لكن ما تقوليش انا ايده وما ايدوش، ده مش موضوعك. وده اللي حصل مع معلول. اعتقد اللي حصل مع معلول بعد فتره شد وجذب من مجلس اداره ومستر كولر، بقى لنا تقريبا في شهر في القصه دي. اعتقد مجلس الاداره هو اللي قال زي ما حضرتك الكلام ده بالظبط. لما المدرب يقول لك مش عايز لعيب وانت تجيبه له، يعني ما دي ريسك طبعا، ده صراع ومشكله. يعني يقول لك انت اللي جبته لي، واجنبي واخد مكان في القايمه طبعا، يعني فدي مشكله اخرى. فالتعامل معاها ما ممكن يا غادي ممكن يكون هم ما وفقوش كمجلس اداره او لجنه التخطيط او لجنه التعاقدات ان هم يجيبوا واحد اجنبي. فاذا انت فاضل 6 شهور على الموسم يعني. فايد علي معلول وهيتشاف الفتره القادمه. انت عندك يحيى الله متعور، عندك كريم الدبيسي استفاق وبدا يعني يقدم مستويات عاليه جدا ويبذل جهد رهيب فوق طاقته عشان يثبت لمستر كولر اللي انا جدير بالمكان ده. محتاجه برضو منه تعب، هيتعب جامد. انت في النادي الاهلي يعني بالظبط، مفيش مكان محجوز لحد بالظبط. فاذا وعلي معلول رجع تاني وهيتدرب، ولو خد ورجع تحس اللي هو برضو بقى في ريحه علي معلول اللي قبل الاصابه، لا هيرجع تاني، هيبقى موجود. ودي كلها اضافه على فكره. صفقه اخرى مدويه، نجم سابق لنادي الزمالك انتقل للقلعه الحمراء، هو اشرف بن شرقي. الى الان سمعنا ان لسه في اصابه وما ضموش حتى كولر للقائمه اللي هتشارك في لقاء المحله، لكن شايف الصفقه ازاي، وشايف تاثير اشرف بن شرقي وانتقاله من الزمالك للاهلي؟ هو شيء هو مش مباشره يعني طبعا كان بيلعب في مصر هو بيتعامل في الموضوع ده في القصه دي كبن شرقي اللي هو محترف.
لكن هو قدم يعني مستويات عاليه جدا في الزمالك، وكان اخر ماتش بيلعب في اخر يوم في عقده باخلاص غير متفاني غير عادي. وكان مشي وساب النادي ووقع، ومع ذلك فضل موجود لغايه واسهم في فوز الزمالك بالدوري. فعلا كان ليه بصمه مؤثره جدا. مشي 3 سنين. بعض الناس المتابعين ليه في الخارج بتقول لا مش هو بن شرقي اللي مشي من الزمالك او من الزمالك. هل اما يجي مع فرقه زي الاهلي بجماهير زي الاهلي بالدفعه الجمهور بالمدير الفني بالزمايله الموجودين دي هترجع بن شرقي زي ما كان، ولا برضو في تراجع في المستوى؟ مش قادرين نحكم عليه، مش قادرين نقول راي حاسم الا لما نشوف بن شرقي في ماتش واثنين وثلاثه. هل فعلا يبان فعلا هو لسه مصاب؟ يعني كان جاي من قطر عنده اصابه، بس هل فعلا الاصابه دي مطوله وعنده اصابه، ولا لسه ما تمش الحكم على عودته امتى؟ لا هو مصاب وبدا يتعافى من الاصابه وبدا يخش في تدريبات الجماعيه، بس لسه يخش في السكواد بتاعت الماتشات لسه مش موجود مع مستر الكره. هل هنشوفه موجود وهيبان وهيبقى مستوى ازاي وهيقدم مردود ازاي الفتره القادمه؟ ده اللي هيبين، واللي هم عندنا حق كتعاقد مع بن شرقي، ولا دي صفقه جماهيريه ضرب كرسي في الكلوب كده وخلاص. ده اللي هنشوفه هيبان على ارض الواقع الفتره القادمه. جراديشار جاي فايق وجاهز وهداف الاهلي في اخر المباريات، عامل ثنائيه مميزه مع امام عاشور. شايف الصفقه ازاي؟ ولما يعود وسام مين اللي هيلعب والاداء هيبقى شكله ايه؟ لانه طبعا هنيئا لمارسيل كولر، الاثنين جاهزين بهذه الجاهزيه، لكن هتلاعب واحد وتقعد الثاني، يا اما هتلعب بالاثنين، ممكن تغير الخطه برمتها وتلعب 4-4-2 مثلا عشان يبقى عندك اثنين سترايكر بهذه القوه. ممكن يغير التكتيك بتاعه والاستراتيجيه الفنيه بتاعته على في ضوء المعطيات اللي عنده. لكن عاوز اقول جراديشار في ناس مرزقه كده، هو مرزق. يعني نزل اول ماتش مع بيراميدز كوره جات له اي حد يحطها طبعا، بس جات له هو حطها. الماتش التاني نفس القصه. فاذا هو كوره حباه يعني الى حد ما يعني. لكن هل ما اقدرش احكم عليه برده من ماتشين ثلاثه؟ لازم اشوفه 4-5 ماتشات. لكن البدايه مبشره. البدايه يعني ممكن تقول في مهاجم كويس، مهاجم جيد، ستايله حلو، بيلتحم كويس. لما يرجع وسام هتبقى منافسه قويه جدا. هل مستر كولر هيغير من التكتيك بتاعه يلعب بالمهاجمين؟ دي اما اللي هي في مصلحه الفرقه طبعا دي تبقى مفيده جدا. هل هيبقى في ده ماتش وده ماتش؟ هل المستوى ثابت اكتر هيكمل؟ دي كلها رؤيه فنيه هنشوفها في الفتره القادمه طبعا. العش واحمد رضا من بتروجيت ومن يعني اخر وافدين، بدا بمصطفى العش وقبل بلاء حسن. هل الاهلي كان عنده ازمه في خط الدفاع؟ ياسر ورامي واصابه اشرف داري ورحيل يوسف ايمن، فالصفقه ولا برضه ما ينفعش نحكم لان احنا متسرعين في الحكم او لا؟ يا هايل يا مش هايل، من اول ما يلمس الكوره بس نبتدي نقيمه. لا هو طبعا عشان العيش بيلعب اشول بيرجع مش موجوده في الاهلي، زائد اصابات ياسر ابراهيم، زائد برضو ربيعه برضو سنه بيأدي كويس جدا، لكن برضو لازم يبقى عندك، انت بتخش بطولات عنده بعض الاخطاء وعنده بعض الاخطاء الكبيره جدا بتحصل حتى منه. لسه كولر بيتكلم عن الاهداف اللي بيمنى مرمى الاهلي بيها في اخر ماتش بتروجيت، المباريات اللي محتاجه تركيز و90 دقيقه واقفين جاهزين. لازم اكون 90 دقيقه مركز لغايه اخر ثانيه. فدي بتبقى بتتوه من بعض اللعيبه، مش زي ما رامي ربيعه مثلا، زي ساعات ياسر ابراهيم اما يكون موجود. فلما يكون موجود واحد واثنين كواليتي برضو الى حد ما جيد، لا هيبقى تفرق طبعا، هيبقى محتاج طبعا. هل كان محتاج تدعيم اكبر من كده، ولا السكواد جيد والاربع صفقات دول يكفوا حتى يعني نهايه الموسم؟ لا هو كان محتاج طبعا، محتاج اكتر، لكن يكفي نهايه الموسم. لكن انت داخل على استحقاقات دوري ابطال افريقيا برضو، دي انت داخل في معترك قوي جدا، مفيش هزار. بس ينفع في الميركاتو دي كام صفقه؟ ما هو ده السؤال برضو، يعني الموسم في نصه هو الفعلي دول الفعلي 4 عشان ما ينفع، ما اعتقدش وبعد كده 7 ولا 10 لا هو يا دوبك كده 3 4 5 بكتير، وهم 4 لان تريزيجيه لسه هينضم الموسم اللي جاي. فاذا وعندك العيش ده 6 شهور ويمشي، يعني فتره محدده اعاره. فلازم الفتره القادمه يفكر في حاجه في الناس اللي مش موجوده بعد كده.
لكن هو لحد ما لا، هو متهيألي افضل نادي عمل ميركاتو اعتقد النادي الاهلي. في انديه عملت 6 زي مودرن عمل 6 صفقات، لكن مش قادر يطلع من تحت. كل ما يحاول الحاسه الوحيده كسب الزمالك، لكن ما صدقش نفسه، ماتش وحيد اللي كسب بس ورجع تاني يتغلب بكل الانديه، يعني في مؤخره الجدول. اللي بيحاول برضه عنده مشكله وما عملش صفقات الاسماعيلي، حاجه لا يرثى لها بصراحه، حاجه مؤسفه يعني. لكن الحرس بدا الصفيق، فاركو بدا الصفيق، سموحه بدا الصفيق فعلا رغم ان هو اتغلب امبارح، لكن قدم ماتش كويس جدا. اللي عاجبني جدا برضه بتروجيت، يعني طالع من الدرجه الثانيه، تحس ان هو بقى تقول مثلا الحصان الاسود بتاع الدوري، لا ماشي بشكل جيد وكسبان ماتشات وفي المركز تقريبا السابع. اذا برضه في بعض الفرق اللي هي قدمت مردود جيد في الفتره الماضيه، وعندها بقى امل اللي الفتره القادمه تبقى على افضل ما يكون، او تبقى على نفس المستوى، او تطور شويه من ادائها، لان كل اللي جاي هيبقى اصعب من اللي فات، اكيد محتاجه تركيز اكتر. نتمنى التوفيق للفرق، نتمنى التوفيق للاعبين اللي دعموا الانديه المصريه في هذا الميركاتو الشتوي. الساعه 12 الميركاتو قفل خلاص، مفيش صفقات لكن نتمنى التوفيق لكل من ابرم الصفقات للانديه المصريه. وقتنا انتهى ومر سريعا كما يمر معك دائما استاذ عادل العطيه، الناقد الكبير بجريده الاخبار. شرفتنا واسرت حلقتنا، نراك على خير وقريب. الله وسعيد بكون موجود معاك دايما. نورتنا وبشكرك كل الشكر، شرف ليا. سعداء بوجودنا مع حضراتكم في هذه الحلقه. مشاهدينا الكرام، في مثل هذا الموعد غدا لقاء متجدد من حصاد اليوم، انتظرونا وتصبحوا على خير.